عندك عيد ميلاد وعايزة تعملي تورتاية سهلة وسريعة واقتصادية، وفي نفس الوقت انت مكلفاها وغنية واقتصادية جدا. هنعمل المعادلة دي ازاي؟ هنعملها مع بعض زي ما هتشوفي معايا. عملت معاكم قبل كده كتير طرط وجاتوهات كتير. اتمنى ان انت تلفي لفه في القناه وتشوفيها ويا رب تعجبك. اول حاجه هنعمل تورتتنا النهارده. عندي هجيب العجان بتاعي، لو ما عندكيش عجان بالمضرب الكهرباء هيبقى زي الفل برضو. هتحطي 6 بيضات بدرجه حراره الغرفه. مهم قوي ان انت تبقي مطلعه البيض من التلاجة قبليها. هحط 300 جرام من السكر، سكر التموين العادي خالص، 320 جرام من الدقيق، وهقول لك بالكوبايات دلوقتي. وهحط كمان معلقتين كبار من الكاكاو، معلقة محسن كيك جل، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا الفانيليا، وكوباية كبيرة من المية، ومعلقتين كبار من النشا. دي المقادير أنا قلتها لك على السريع وهعيدها لك تاني بالجرامات. ودي معلقة كبيرة من محسن الكيك الجل، هتجيبيها من عند اللي بيبيع مستلزمات الحلويات، وكمان رشة ملح، ومعلقة من الخل. هكتب لك كل المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف. هبتدي بقى اشغل العجان الاول على سرعة هادية وبعدين اعلي السرعة. مهم ان انت تضربيها كويس جدا، مش اقل من 7 ل10 دقايق، مش اقل من كده. انا هنا ما عنديش الحلل بتاع الخبز بتاعة الكيكة لان انا مش متخصص، انا ست بيت زيكم، بس بحب اعمل الحاجات دي يعني في بيتي. جبت هنا حلة ستانلس، ايديها ستانلس برضو، اقدر ادخلها الفرن، او ممكن اعمليها في صينية يكون حيطها او الجناب بتاعتها يعني تكون عالية. هبتدي احط الخليط بتاعي في الحلة اللي انا مبطناها بورق الزبدة، ودهن ورق الزبدة انا دهنته زبدة، مش بحب ادهنه زيت، بحس طعمه بيغير. في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. اول ما ابتديت مهم يكون الفرن وصل لدرجه الحراره بتاعتي قبل ما احط الكيكه. هبتدي بقى اطلع الهواء بعود شيش طاووق كده، وابتدي اطلع الهواء اللي موجود في الكيكه بتاعتي عشان ما يعملش فقاعات كبيره يعني. ودخلته الفرن، قعدت في الفرن حوالي ساعة على حسب بقى ايه حرارة فرنك. هطلعها من الفرن واسيبها تهدى خالص خالص خالص. انا عملتها الصبح وازينها بالليل، او مثلا مش اقل من مثلا 4 أو 5 ساعات لغاية ما تهدى تماما. بسيبها بقى تهدى، حطيتها على شبكة عشان تتهوى، وبغطيها بفوطة. وبعد كده ايه، بعد 6 ساعات هنبتدي ان احنا ايه نزينها. هنا بقى هبتدي اعمل الجناش بتاعي. جبت 200 جرام من الشوكولاته، هو فاض منهم يعني، ممكن تعملي اقل من كده. الشوكولاته طبعا دلوقتي بتبقى طريه جدا وسايحه، قطعتها بكل سهوله. قطعت الشوكولاته بتاعتي، احطها في بوله، وهجيب نص كوبايه حوالي 100 ملي من الميه المغليه واحطها عليها. ممكن تحطي لبن، بس انا بعمله جناش اقتصادي ويمكن عملته معاكم كتير جدا، بعمله بالميه وبيبقى حلو جدا. هبتدي ادوبه كويس قوي واقلبه كويس جدا جدا. بيدوب طبعا بسرعة، وجو حر فمش هياخد منك اي مجهود. وبعد كده تصفيه عشان يبقى ناعم خالص معاكي، ومفيش اي تكتلات زي ما احنا شايفين اللمعة اللي فيه جميلة ازاي. بعد كده هبتدي اعمل الكريم شانتيه بتاعي. جبت كوبايتين ميه ساقعه مشبره، حطيت عليهم نص كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي خالص، وابتدي اضربهم كده بالمضرب عشان ادوب السكر بنسبه مثلا 70 80%. جبت 2 كوبايه من الكريم شانتيه اللي احنا شايفينه ده، نوعيه حلوه جدا. هحط عليه معلقتين من الباستري كريم، بتجيبي برضو من عند بتاع مستلزمات الحلويات، وكده هتعمل لك احلى كريم شانتيه وقوامه ثابت وناعم وجميل. حسيت ان هي محتاجه لسه ميه، حطيت كمان نص كوبايه ميه واحنا في الحر. لو في الشتاء كانت هتاخد كوبايتين هياخدوا 3. انا عايزه الونها، اما هتحط لها حبه كاكاو خام، او هتحط لها جزء من الجناش اللي عملناه. انا هنا حطيت له جناش. كده التورته بتاعتي او الكيكه بتاعتي كانت بردت تماما. هبتدي ان انا ايه بقى، اعملها طبقات. لو انت متمكنه هتعمليها بالسكينه اللي هي الترانش، السكينه المشرشره هتعمليها بيها. لو انت زي حالاتي وانت ست بيت ومش هتعرفي تظبطيها، هتعملي ايه، هتجيبي الكيكه بتاعتك وتجيبي منشار. المنشار بتاع الحلويات مش غالي، هو تقريبا 70 جنيه ولا حاجه يعني، حاجه مش غاليه. وهبتدي ان انا ايه، اقطع الطبقات على حسب السمك اللي انا عايزاه للتورته بتاعتي او لطبقات التورته بتاعتي. انا هنا طلعت معايا 3 طبقات حلوين، طبقات مرتفعه يعني حلوه. زي شايفه الطبقه كويسه، عملتها 3 طبقات.
زي ما انت شايفة الموضوع بسيط جدا جدا جدا، محتاج بس منك ان انت شوية جرأة، ان انت تعملي حاجتك في البيت. بتبقى طبعا ليها فرحة وانت بتعملي الحاجة، وفي نفس الوقت تعمليها مكوناتها بتكون انت جايباها، عارفة مكوناتها دي عبارة عن ايه، ضمناها، بتجيبي المكونات اللي هي الكويسة اللي خامتها حلوة كده. عملت لي زي ما احنا شايفين الثلاث طبقات دول، هاخدهم وابتدي بقى نقفل بقى التورتايه بتاعتي. عندي هنا قاعده اللي هي القاعده الدواره، لو ما عندكيش عادي هتقلبي الصينيه وتحطيها عليها. جبت هنا محلولة التسقية بتاعتي اللي هطر بيه السبونج بتاعي، عبارة عن نسكافيه، معلقة نسكافيه بدوبها في مية، وممكن تحطي عليها كمان معلقة من الجناش اللي كنا عملناه، وتسقسقيها كده كويس، وابتدي احط الكريم شانتي بتاعي. انا بحطه وبفرده، وبعدين بعمل زي حواف كده. دي بتضمن لي ان الكيكه بتاعتي او التورته بتاعتي تبقى طالعه كده الحواف بتاعتها حاده، ما تبقاش مايله كده، تبقى فاهميني. هبتدي احط، لو عندك شويه مكسرات حطيهم، لو عندك شويه شوكولات شيبس حطيهم، هتبقى حلوه جدا. ما عندكيش حاجه زي كده تمام. ونحط الطبقة الأخيرة، وبرضو أسقسقها كده بالمحلول بتاعي، وابتدي إن أنا أديها في الأول طبقة خفيفة جدا من الكريم شانتيه، عشان أضمن إن أي فتافيت كيكة طلعت أو حاجة تيجي في الطبقة دي، وأدخلها التلاجة. وهنا في غلطة عملتها وهقول لكم إيه هي وإحنا بنشتغل. بعد كده ابتدي بعد ما طلعتها من التلاجة بعد حوالي ساعة، انعم الكريم شانتيه عشان ما يبقاش فيه اي فقاعات هواء، وابتدي ان انا افرده تاني، افرد طبقه بقى حلوه على وش الكيكه بتاعتي، واسويها كويس على قد ما تقدري. احنا اللي هناكلها وفي حد تاني هياكلها. طب وانتوا رايكم فيها ايه؟ كان شكلها عامل ايه؟ شكلها ان ماما اللي عاملاها في مطبخ ماما، ولا ماما شارياها؟ قولوا لي كده يعني انطباعكم عن شكلها ايه بالنسبه لان ماما اللي عاملاها مش حد تاني. ببتدي ان انا اسويها كويس جدا بالسكرابر بتاعي، والجزء اللي هو المشرشر كده عشان ادي شكل كده من الجناب. تمام. عملت كده دايرة، لو شفناها بس ما اتصورتش بطبق كده، عملت دايرة عشان احدد دايرة اخليها فاضية. وجبت الجناش بتاعي وابتديت احطه. الغلطة بقى اللي انا عملتها ان هي كانت خارجة من التلاجة. حطيت الجناش جمد بسرعة على التورتة قبل ما انا افرده. فدي الغلطة، المفروض ما كانتش تبقى خارجة من التلاجة، عشان يعني ما وصلش للمرحلة دي ان الجناش نشف بسرعة قبل ما افرده عليها. واعملي بقى اي منظر، يعني عارفة التشكيل ده حاجة ترجع لك، حاجة ترجع لذوقك، حاجة ترجع للموهبة الفنية بقى اللي عندك انت تشتغل بقى. انا زينتها كده بطريقة بسيطة، بطريقة ظريفة. ابتدي اقفلها برضو من تحت كده عشان تديها منظر كويس كده. تمام. لو عجبك بقى الفيديو اعملي له لايك وشير، شيريه لاصحابك، شيريه لاخواتك، شيريه لبنتك لو انت ماما زي، شيريه لبنتك عشان بنتك تتعلم ازاي تعمل حاجة زي كده. واتمنى ان هو يكون عجبكم، واكتبوا لي رايكم، هل التورته بتاعت ماما شبه التورته الجاهزه ولا في اختلاف، وهتاخد كام من 10. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم، ويا رب يجعل ايامكم دايما كده افراح، ودايما في سعاده وهنا. وتشجعوني كده بالاشتراك في القناه وشير للفيديو، ولفوا لفه في القناه، قولوا لي رايكم في الفيديوهات اللي موجوده وتحبوا الفتره الجايه نحط فيديوهات نوعيتها وشكرا لكم، وباي باي.